اهلا وسهلا البنات صحباتي الزوينات، كي دايرين؟ اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين على خير وبخير واحوالكم طيبه، صحيحتكم على خير، مورال كلشي هو هذاك. احوالكم طيبه نتوما وليداتكم ووالديكم والعزيز عليكم يا ربي، وما خصكم حتى شي خير كيف دائما. نبداو فيديو ديالنا بالصلاه والسلام على نبينا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الاجمعين، باش نديو كاملين الاجر العظيم. كيف دايرين نتوما؟ احوالكم اش اخباركم؟ كي دايرين اختي مع هاد العواشر؟ كاين شي تحضيرات؟ كاين شي توجاد؟ كاين شي سفوف؟ كاين شي شباكيه ولا مازال؟ الروتين ديال اليوم اختي من داكشي اللي كيعجبك، روتين تحفيزي حماسي كله طاقه ايجابيه كيف دائما عودتكم غيعجبكم. انا متاكده فيه بزاف ديال الحوايج، فيه اختي جمعت فيه كل شيء، من تحضيرات ديال رمضان ان شاء الله، من توجاد داكشي اللي داكشي ان شاء الله اللي خديت غنشاركو معاكم، داكشي اللي بديت كنحضرو لسيدنا رمضان، الله يدخلو علينا بالصحه وبالسلامه يا ربي. كيف دايرين نتوما؟ كيف غاديين؟ بديتو اختي شي توجد ولا مازال؟ كنقول لك اختي الله يعاونك والله يسهل عليك والله يرزقك يا ربي من حيث لا تحتسبين ان شاء الله، باش تكوني مع وليداتك في هذا رمضان والله يرزقك من عنده. وبشويش بشويش البنات عليكم، يعني راه ماشي كلشي كيجي في دقه واحده، بشويه بشويه. مازال الحال، مازال ان شاء الله شهر قدامنا، او لا تقريبا دابا راه ما كامله الشهر على سيدنا رمضان، وان شاء الله شويه بشويش، ماشي كلشي في دقه واحده. يعني كل مره نديرو حويجه، مره هادي مره هادي مره هادي، ماشي كلشي في دقه واحده. كل واحد كيمشي على القياس ديالو، كل واحد كيمشي على الجهد ديالو. صافي البنات، اليوم الروتين بديتو معكم اختي من هذا البيسره ديال الكلاس، حيدت ليه الطلامط ديالو، غادي نصبنهم باش ان شاء الله غادي ندير ليه التخمال، يعني التنظيف العميق. غادي نهز الطبيلات وغادي ننظف تحت منه، نسيق نمسح الحيوطه، ولكن ماشي في هذا الفيديو البنات. الفيديو ان شاء الله الجاي غادي نشارك معكم التخمال ديال هذا البيت ان شاء الله. دابا غير حيدت ليه الطلامط نصبنهم. بالنسبه للناس الطلامط حيت غير ديال هاد جوج ستادر هادو، والاخر يعني ما مكرفش حيت ما تيجلسوش عليه بزاف، الدرك اكثريه تيكونوا على هاد جوج ستادرين هادو. الروتين اختي كيف قلت لك اليو ديال اليوم مشارجي، درت فيه كل شيء، فيه التخمال، فيه الحكان، فيه التسياق، فيه المشتريات. غادي يعجبك اختي من داك الشيء، الروتينات اللي كيعجبوكم. صافي البنات، جيت لهاد السيجور هذا غندوز هكا واحد الشطيبه للدار كامله، حيت ديك الزربيه السيجور هي حيدتها درتها تشمش، حيت ديك الزربيه اللي كتكون في الدخله ديال الصالون حتى هي حيدتها. صافي وغندوز هكا الشطيبه بعدا في الاول، راكم عارفين الغبره، لا كان شي زبل هكا حاشاكم غليظه كيتحيد بدا بالشطابه، عاد ان شاء الله نبدا التسياق. صافي غندي كلشي للبالكون، وقبل اختي ما نبدا التسياق دزت لهاد البوطه، هذه هي الاولى. غادي هكا غادي نمسحها بالبرودوي ديال اسبيروكس، كنت خديته من بيم حيت كانوا قاطعينه، فوق ما كنمشي لبيم كنلقاه يعني مقطوع ما كاينش. قلبت عليه في الهريان في الحوانت فين ما مشيت كيقولوا لي مقطوع، وشحال البنات هو مقطوع، دابا راه عاد جابوه. صافي خديته ودابا غادي نضرب ليه النيت مسحه بهاد البوطه، حيت هو اللي تيفرك البوطه، هو اللي تيحيد لي دام تيردها كتشعل. وان شاء الله مازال غادي نمسح به حتى الفران من التحت، راه عندي البنات في الفران موسخ، الطباصل كله راه معلك حالته حاله. ان شاء الله دابا ندير لكم فيديو خاص بهاد لاكويزين هادي، غادي ندير ليها التنظيف العميق حتى هي، الطباصل ديالها الشبكه كلها غادي نحكها من الداخل من برا بهاد اسبيروكس. هذا هو اللي يعني هو اللي تيصرى هاد الفران، هو اللي تيصرى البوطه تيردو كيشعلو. صافي البنات غادي نمسح هاد البوطه هادي دغيا. بالنسبه للمعينات ما عنديش، غسلتهم قبيله ديال الفطور، ديال العشاء خلاص كنغسلهم انا بالليل، ما كيصبحوش عندي يعني قليل هكا في كيصبحوا عندي. الا صبحت الا كنت شي ليله يعني عيانه ما قاداش كنخليهم حتى الصباح ماشي مشكل. صافي اختي، وبالنسبه للغديوه ديال اليوم غندير لهم طويجين هكا بالدجاج والخضيره، بطاطا وخيزو مطيشه راكم عارفين، طاجين ديال الخضيره. صافي البنات، وهنايا كيف قلت لكم راني اليوم عندي التسياق وعندي التصبين، يعني روتين مشارجي اليوم عندي البنات، الشغل عندي ما يتقضى. صافي وفي الاخر ديال الفيديو ان شاء الله غادي غنشارك معكم المشتريات اللي خديت ديال السفوف، وان شاء الله التحضيرات اللي بديت فيها ديال سيدنا رمضان. روتين زوين، انا متاكده غيعجبكم. والا كنت اختي وصلتي حتى لهنايا كنبغي نفكرك هكا ما تبخليش عليا بواحد اللايك، الله يجازيك بخير والله يسهل عليك يا ربي، والله يرزقك من حيث لا تحتسبين، ويرزقك يا ربي بداك الشيء اللي كتمناه في حياتك ان شاء الله. دعوه مقبوله في هذه الحواشر هذه، حيت البنات خارجه من القلب، والله الا كندعي معكم من القلب الخالص
خالص. الله يسهل لكم كاملين والله يرزقكم داكشي اللي كتمناو في هاد العواشر. كنشكركم بزاف البنات على الدعم ديالكم، على الحب ديالكم، وعلى المتابعه اللي كتابعوني في هذه القناه. وقناتي بلا بكم ما كتسوى حتى شي حاجه، بكم ان شاء الله غادي تزيد القدام، وبكم هاد القناه هذه مستمره. كنبغي نشكر كل اخت هكا كتابعني وكدير لي لايك وتخلي لي تعليق. كنشكرك اختي من القلب الخالص، والله يرزقك يا ربي بداك الشيء اللي كتمناي في حياتك، والله يسهل عليك، والله يجعل لك في ميزان حسناتك يا ربي. وبالنسبه للاخوات اللي كيتفرجوا فيا وما كيديروليش اللايك وما ما كيديروا لا تعليق لا لايك، نتوما اختي ماشي مشكل، نتوما راكم في القلب. كنشكركم كاملين بكبيركم وصغيركم. شكرا لكم بزاف البنات على الحب ديالكم وعلى الدعم ديالكم. شكرا جزيلا. وصافي البنات، هنايا اختي من بعد ما مسحت البوطه جيت لهاد الغله حتى هو غادي نضرب ليه النيس مسحه بهذا اسبيروكس. بالنسبه للبنات اسبيروكس عاوتاني انا سمحوا لي، راكم عارفين راه تيصلح حتى الموعن ديال الاينوكس، لافابو، الروبيني، الطبايع، كيصلح البنات بزاف ديال الحوايج فيه عده استعمالات. وانا كنحك به الغله غير من برا، ما كنقيسوش نهائيا من الداخل. بالنسبه للبنات لهذا البريق هذا ديال القهوه، شنو كندير له باش كيبقى يعني جديد من الداخل، كيبقى كيبري بحال يلاه شريتو. كندير فيه الماء، كنعمرو حتى الفوق بالماء، وكندير فيه شويه جافيل، وكنخليه دابا انا درتو دابا غنخليه حتى العشيه عاد نخوي ونضرب ليه هكا غير هكا، غير بالحلفه ديال الماء العاديه باش نغسلو. كنغسلو بها وصافي، يعني ماشي بالجيكس ولا بحلفه السلك، غير بالحلفه د الماعن. وعرفتي يا بنات كيتيولي ما نعاودش ليكم كيشعل كيشقشق من الداخل بحال يلاه كي شريتوه. جربوا البنات هاد الطريقه هذه البريق القهوه، البريق اتاي، البريق الحليب، يعني اي بريق كان عندكم في الدار ديروا هاد الطريقه هذه وغترحموني عليها البنات. عرفتي ما نعاودش لكم، انا راه عندي معتمده كل سيمانه كندير له الطريقه هذه كيبقى جديد. وعرفتي يا بنات هاد البريق هذا راه عندي قديم شحال هذه. صافي البنات غندوز مسيحه لهاد لافابو، الميناس مغسولين، مسيحه غادي ندوز مسيحه على هاد الروبيني حتى هو باسبيروكس يخرج كيلمع. المهم كلشي اختي مغسول، الميناس في شبكات يقطروا، الرويحه ديال الاوني ما نعاودش لكم اختي، وديال الجافيل في الكوزينه، داكشي اللي كيعجبنا حنا العيالات اختي، الراحه النفسيه. صافي البنات غادي نصب نتا المنديل هذا خاص غير بالكوزينه، يعني غير كنشف به البليصه وكنمسح به البوطاجي وصافي. كندوز عليه حتى واحد الصبينه باوني كيخرج كيشعل. وبالنسبه البنات اسبيروكس هو بنات فيه الريحه زوينه الصراحه، ماشي شي ريحه اللي مجهده او لا كتعمي في العينين، ريحته سبحان الله زوينه بحال ريحه الحامض. صافي البنات، وهنايا من بعد ما ساليت صافي اختي جمعت لافابو. صافي غادي ندوز نركب دابا الفمام والشبيكات ديال البوطه. كندوز لها بعدا واحد المنيدل الناشف من الفوق باش كتنشف، حيت دابا راكم عارفين البرد ما كتبغيش هكا تيبس، خصني تندوز ليها هكا شي منيدل ناشف باش يبس لي دغيا باش نركب ليها الفمام ديالها. صافي باش غادي ندوز نطيب ليهم الطويجن كيف قلت لكم، ندير ليهم الطويجن ديال الخضيره. وغادي ندوز اختي المصبانه، غادي نجبد الحوايج حيت شعلتها قبايله، يعني منين فطرت صافي دزت المصبانه هي الاولى، درت الحوايج كيتصبنوا. دابا راها تكون سالات، صافي راها نشفات سالات عصرات، بقى لي غير نشرهم. عاد غادي ندوز للسياق، خليت السياق هو التالي باش صافي غير تيبس لي الدار ندوزو نتغداو ان شاء الله. وبالنسبه للبنات لواحد الحاجه، داك البرودوي ديال التصبين اللي كنت شاركت معكم، داك السائل ديال ماكينه الصابون الاوتوماتيك اللي كنت شاركت معكم، الصراحه البنات راه زوين، غير خذوه. الصراحه صدق لي زوين، كيخلي الريحه في الحوايج واعره وكيخرجوا كيشعلوا الحويجات، يعني حتى داك اللون ديال الحوايج يعني كيبقاو في ديك اللمعان ديالو، ماشي باهتين او لا تيخرجوا فهمتوني، يعني تيخرجوا في داك اللون ديالهم ناصح، والرويحه ديالو زوينه. كتبقى البنات في الحوايج واخا كيبسوا كنطويهم نديرهم في البلاكار، تبقى فيهم ديك الرويحه ديال داك السائل. وتا الطبايع تيخرج هكا الطبايع، الا كان شي صفوريه ولا شي طبايع ديال الوليدات الصغار راكم عارفين تيوسخوا الحوايج. الصراحه البنات والله الا زوين، كيحيد داك الطبايع، تيخلي الرويحه، وحتى الثمن ديالو ناقص. الا بغيتو تاخذوها البنات غير خذوا، حيت انا قلت لكم غادي اول مره غادي نجربوا، وإلا صدق زوينه غادي نقولها لكم باش تاخذوا نتوما.
راه فيه 5 يطرو. يعني اقتصادي راه يدوز ليكم. كيف قلت لكم راني حيدت الزربيه السيجور، حيدت ديك الزربيه ديال الدخلات ديال الصالون، باش اختي غادي نضرب لي اختي النيت هكا في ركاب اوني وجافيل. شحال هذه ما درتها التسيقه هذه ديال القلب مولفه، كندوز هكا غير جفاف اولا تشطيبه. دابا اليوم اختي صافي حمرت عليها، قلت لا والو اختي، واخا الجو بارد واخا الغيام، يعني ماشي ديك الشميشه سخونه، واخا الجو مغيم غادي نوض اختي نشتف على الدار ونحكها ونصيق اختي والرغاوي. عاد كيبرد لي القلب الصراحه البنات، انا واخا كنجفف ماشي بحال التصياق اختي هو اللي كيبرد القلب. وعاد كنحس براسي بان الدار راها نقيه فري. اما ملي كندوز هكا غير جفاف كتجينا اختي القضيه شويه ناقصه. ايوا اختي هادشي اللي عطا الله ما عندنا ما نديرو. اختي حنا العيالات هكا دايرين، راه كلنا بحال ما تضحكيش عليا تقولي لي ايوا صافي انا اختي غير كنجفف انا مهنيه انا ما كنديرش. انا لا اختي حنا كاملين بحال كلنا فينا هذا الفيس هذا اختي، ما كنتهناو ونرتاحوا حتى كنحكوا الريحه ديال الجافير ريحه اوني حك بالشتاء والتسياق والرغاوي والتشتاف، عاد كنرتاحوا عاد كنفرحوا. ايوا اختي وجوه تماره حنايا ما عندنا ما نديرو. الدار نقيه البنات ولا شي حاجه اللي زوينه. حنا سبحان الله العيالات ما كنرتاحوا حتى كنشوفوا الدار نقيه، الارض كتلمعش، اللي كيشعل الرويحه في الدار زوينه، عاد كنرتاحوا بحال ما نعرف شنو. وحنا اختي ضاربين غير تماره. ايوا صافي البنات حكيت اختي الارض كامله البيوت السيجور، ديت كلشي الكوزينه ونخرج للبالكو حيت تما عندي القادوس. صافي غادي دابا غادي نصيق وغادي نولي هكا نعاود بالجفافه باش تيبس لي هكا الدار. راني حاله البنات السراجم كاملين ديال الصالون البيوت كلشي محلول هكا باش هكا يدخل الكولوندير وتيبس لي الارض دغيا. صافي البنات وبالنسبه للغدي وراه هكا طيب. وهنايا جيت نوريكم الطواجن ديالي. صافي هو راه طاب، صافي غادي نخليه شويه يشرب ليا المريقه حيت انا ما كنبغيش نخليه هكا مرق، كنبغيه ناشف. صافي وغادي نحط ليهم يتغداو. درت معاه شليضه ديال الخيار ومطيشه وبصيله، راكم عارفين شليضه المغربيه ديالنا المعروفه، وخبيز اللهم اديمها نعمه يا رب حفظها من السوار. صافي البنات خليكم معايا ما تمشيو فين. ولا اختي وصلتي حتى لهنايا كنبغي نفكرك باش ما تنسايش محل اللايك هكا وشي تعليق زوين، شي كلمه طيبه، او لا اختي ما فيك ليك تبغي شي قليب او لا وريضه اللي حبات خاطرك اللي جا من عندك سمن نفسل. وخليكم معايا ان شاء الله باقي الفيديو طويل. صافي البنات انا اختي بعد ما تغدينا بداك الشيء اللي كتب الله، صافي غسلت ديك الطواجن بالزربه طبيصله ديال الشلاضه. ما عنديش شي معنات اللي كثار. صافي الدار نقيه كلشي وهذاك. جيت انا اختي نشارك معكم القوام ديال السلول اللي خديت. بالنسبه لبنات القوام هادو خديتهم البارح في العشيه، خرجت الهري اللي حدايا وتقضيت داك الشيء اللي خاصني ديال السفوف ان شاء الله بحول الله، باش غدا ان شاء الله غادي نبدا فيه. صافي بنات هنا اول حاجه كنوريكم خديت 2 كيلو ديال الزنجلان، وخديت البنات 2 كيلو ديال الكاوكاو. بالنسبه للكاوكاو انا تناخذ هذا الرقيق، هذا الحمر هذا هو اللي زوين البنات وكيطلق لي دام ديالو كيجي بنين في سلو. ما بغيتش ناخذ الاخر داك الغليظ، هذاك البنات ما زوينش، هذا هو اللي كيعطي المذاق زوين وكيعطي ديك فهمتوا بحال كيطلق داك الزيت ديالو كيعطي نكهه زوينه في السلو. خديت 2 كيلو. صافي بنات بالنسبه للزنجلان خديت حتى هو 2 كيلو. بالنسبه للزنجلان الثمن ديالو داير 760. دابا بنات راه الاثمنه راه مازال ما طالعه. خذوا داكتو البنات ديروا سلو، خذوا دابا القوام. كنصحكم نصيحه، خذوا دابا ما حد كلشي باقي طايح في الثمن قبل ما يغلى، حيت البنات راه فاش كيقرب رمضان كلشي الاثمنه كلها كتطلع لا في الزنجلان في الكاوكاو في اللوز كلشي تيغلى. انا خديت دابا ما حد كلشي باقي هابط في الثمن. صافي خديت البنات 2 كيلو. وبالنسبه للبنات لهاد السنجلان راه زوين، قال لي يعني نقي ما تحتاجش انك تنقي، راه يعني منقي الراس يعني زوين ونخدي على ضمانتي. واخا الثمن ديالو ناقص قال لي راه زوين نقي، ماشي داك الزنجلان اللي تيكون فيه الحجر وتيكون موسخ، ولكن واخا هكاك راه ضروري غادي نقيه. هنايا راكم عارفين ضروري نغسلو ونقيه.
صافي البنات، بالنسبه انا اللوز ما كنديرش سلو باللوز، ما كيعجبنيش الصراحه. غادي تقولي لا اختي علاش؟ انا الصراحه من زمان، من شحال هادي ما كنديرش اللوز نهائيا في السلو، ما كيعجبنيش سبحان الله. كنذوقو هكا عند الناس باللوز، الصراحه ما كيعجبنيش نهائيا، ما عرف سبحان الله. ولفتو بكاوكاو وتيجيني حسن بكاوكاو. واخا هو اللوز راه مفيد وفيه منافع كثيره وصحي، ولكن البنات راه داكشي اللي جاني على اللوز ما كيعجبنيش نهائيا في السلو سبحان الله. كنفضلو بكاوكاو. البنات خديت السكر الكلاصي، خديت البنات 10 دراهم ديال النافع و10 دراهم ديال حبه حلاوه صافي. وخديت بالنسبه للقرفه ما لقيتهاش. المهم حتى الغدا عاد نمشي لهري واحد اخر ناخذها، حيت قال لي تسالات لي عاد نجيبها، داكشي علاش ما خديتهاش. صافي 2 كوزات، وخديت المسكه الحره. صافي هادشي اللي خديت. وشنو دابا ناقصني البنات غير القرفه. كيف قلت لكم ما لقيتهاش عنده، وناقصني الطحين حتى هو غادي نجيبو، وصافي. والزيت بالنسبه للبنات، انا الزيت ما كنكثرش البنات الزيت انا في السلو، حيت انا كنطحن القوام، والقوام هو النيت اللي كيطلق الزيت ديالو. المهم دابا نشارك معكم الطريقه ديالي انا التحضير ديال السلو كيف كنديرو. المراحل كلشي غادي نشارك معكم ضروري البنات، باش هكا تاخذوا فكره وتشوفوا طريقتي انا في السلو. كيجي صراحه زوين وبنين ما تشبعوش منه. ما كنديرش نهائيا الزيت، غير القوام كيف قلت لكم هو كلشي عند العطار كنطحنو، وكيجي صحي البنات. حسن ما تخلطوا هكا بالزيت وديروا الزبده، داك القوام نيت هو كيطلق الزيت ديالو، كتاكلوا سلو يعني صحي. جيت البنات نشارك معكم الطريقه ديالي في هكا في طريقه الاحتفاظ باللافوكا، حيت البنات دابا راه وقيت دابا راه ما شاء الله راه موجوده في السوق وبثمن طايح، يعني الثمن ديالها دابا راه ناقص. انا هنا راجلي جاب لي 3 كيلو ديال الافوكا، ان شاء الله غادي نوجدها لرمضان نحتفظ بها في المجمد هكا العصير ان شاء الله. واخا دابا راه رمضان جاي في وقت هذا البرد، ماشي بحال اللي كيكون في الصيف والحراره كنبغيو العواصر كنبغيو المشروبات. دابا راه غادي يكون شويش الجو بارد، يعني هكا الا بغينا شي نديرو عويصر، يعني نلقى لافوكا ديالي واجده بلا ما عاد جبد عاد نقي، عاد راكم عارفين كيكون الوقت ضيق. صافي البنات طريقتي، اول حاجه كنغسلها بعدا مزيان وكنقطرها، درتها في الشبكه هذه بعدا راه قطرات. صافي كنحلها هكا على 2، وكناخذ واحد المعلقه اللي كتكون كبيره، كنحيد لي هذيك القشره ديالها نتوما، كنهزها من التحت للفوق بهذه الطريقه حتى كتهز ليا لافوكا ديالي كامله، يعني كتبقى غير ديك القشره هي اللي كتحيد. صافي غادي نكمل هكا حتى يعني غادي نوجد واحد الكميه. هانتوما بهذه الطريقه راه ساهله البنات، وهاد الطريقه هذه صراحه زوينه، هي اللي كنديرها كل رمضان، يعني اي مناسبه اي رمضان كنبغي نوجد لافوكا كنديرها بهاد الطريقه هذه، وراه كتبقى مزيانه بحال الله كي شريتوها هذيك الساعه، ما كتاكسد ما كتكحال ما كتبقى حتى شي حاجه، كتجبدوها كطحنوها بحال يلاه كي شريتوها كتبقى طريه. صافي انا غادي نصوب دابا واحد الحبات هكا غادي نوجدهم، كنحيد ليهم ديك القشره، نحيد ليهم العظام هكا، يعني حاولوا انكم تهزوا من التحت باش ما تفرتش ليكم، حيت راه كتكون البنات طريه كتكون هشيشه. انا كرا واخا يعني طراو لي شي طريفات صغار ماشي مشكل، غادي نحتفظ بهم ما غاديش نضيعهم، يعني نحاولوا اننا ما نضيعوش لافوكا ديالنا، نهزو من التحت. هنا اختي الضايع ما بغاش الله، انا الصراحه ما كنبغيش نضيع هكا الماكله، ما كنبغيش نضيع الحاجه. صافي من بعد ما دابا حليت هاد 3 ديال الحبات هكا قدامكم باش نوريكم الطريقه. خديت البنات الحامض كنحلو على 2 وكنعصرو من الفوق، هانتوما حاولوا انكم تعصروا كميه مزيانه حتى كيتغطى كامل بالحامض. صافي وكناخذ هكا واحد الجبيبنيه كنفرش فيها الميكه اللي كتكون بيضه خاصه بالمجمد، كنفرشها هكا من التحت، وكنبقى كنستف اللافوكا ديالي بهذه الطريقه، كندير وحده وحده ماشي وحده على وحده، لا البنات راه غتسجل لكم وغادي يعني فاش تبغيو تجبدوها غادي تلقاوها يعني معجنه. خلي وحده هانتوما كيف ما كتلاحظوا في الفيديو، هانتوما وحاولوا انكم تعصروا عليها الحامض مزيان باش ما كتكحاش، لان الحامض البنات هو اللي كيحافظ لينا على الفواكه ديالنا، ما كيخليهاش نهائيا تكحال، وكتبقى في الطراوه ديالها وفي الجوده ديالها مزيانه. صافي غادي نولي نغطيها هكا النيت بديك البلاستيكه، حيت انا فرقتها على 2 وفرشتها وخليت هكا يعني جنيب غنغطي، ونولي عاوتاني نوجد كميه واحده اخرى بنفس الطريقه.
هانتوما البنات صدقوني هاد الطريقه هادي راه زوينه، هي المعتمده عندي، وان شاء الله باقي فيديوهات اللي زوينه ان شاء الله من دابا الفوق. ما كاين غير التوجاد والتحضيرات ديال سيدنا رمضان. كل نهار ان شاء الله غندير معكم حويجه. غادي نشارك معكم بزاف ديال الحوايج انا اللي كندير في رمضان اللي كتنفعني الصراحه، ما كتخلينيش انني في رمضان كنبقى واقفه النهار كامل في الكوزينه. تنقص لينا هكا بزاف ديال الحوايج. صافي البنات هانتوما غادي نبقى هكا بهاد الطريقه باش بلا ما نطول عليكم البنات الفيديو. وصافي كنعصر الحامض، يعني كنعصر مزيان ماشي غير قطيره وصافي، لا بحال كنغطيو ديك لافوكا ديالنا من الفوق بالحامض باش كتبقى يعني في الطراوه ديالها ما كتكحالش. صافي وغادي نولي عاوتاني نستف بهاد الطريقه، كندير وحيده حدا وحيده صافي يعني بهاد الطريقه، ونولي عاوتاني نغطي بالبلاستيك ونولي عاوتاني ندير طبقه واحده اخرى. هكا كتبقى بنات الطريقه زوينه، واخا كتجمد في الفريغو يعني ما كتعجنش اولا كتلاصق، فهمتوا؟ واخا كتجمد كل وحده بوحده. ملي كتبغيو تجبدوا الطاسه ديالكم وتهزوا وحيده كتلقاو يعني معزوله بوحده، ما كتلقاوهمش هكا ملاصقين اولا معجنين. الطويصه ديالي هنا راه كفاتنا البنات، انا راه عندي 3 كيلو ديال لافوكا تبارك الله راه كفاتني. صافي غطيت بالبلاستيكه، هانتوما راه غير بلاستيكه وحده كفاتني، درت طبقه فوق طبقه وكنفرقها كان بيناتهم بالميكا. صافي اختي غادي نغطي على الطويصه ديالي ونحتفظ بها في الفريغو ان شاء الله سيدنا رمضان. خليت لكم الراحه وبسلام عليكم.